السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنعمل اكله كلنا بنحبها واولادنا بيحبوها وبيحبوا ياكلوها كتير من بره. بس طبعا الاسعار دلوقتي بقت مبالغ فيها. يلا نعملها بكل بساطه وبكل سهوله، وهنعملها اقتصاديه باقل تكاليف، وهنعملها زي بره واحلى كمان. وطبعا عندنا وصفات كتير جدا جدا على القناه، كلها اقتصاديه وجميله. يا ريت تنزلي كده تاخدي فيها لفه وتيجي تقولي لي رايك. ان شاء الله النهارده هنعمل تشيكن سويت اند ساور، الفراخ المسكره او الاكلات الاسيويه. جميله جدا جدا طبعا وكلنا بنموت فيها. نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبدأ وصفتنا على طول. اول حاجه هنعمل مع الكاتشب معانا في البيت، لان وصفتنا النهارده اساسها الكاتشب وكل شغلنا بالكاتشب. هنحط نص كوبايه من الميه، وعليها معلقه كبيره من النشا، ونص لتر من الطماطم المضروبه متصفيه، 3 معالق من الخل، ومعلقتين كبار من السكر، ونص معلقه من كل حاجه في التوابل: بابريكا، فلفل اسود، ملح، توم، وبصل بودر. بس مش اكتر من كده، لان احنا هنحط توابل كمان معانا كتير، ولسه الفراخ متبله. مش هنحط توابل كتير، مش هنحط اكتر من كده، بس هنحطهم على كذا مره تدريجيا. هنحط للخضار وكده. وهنحط معلقتين من الزيت. نحاول نظبط الزيت والسكر والخل مع بعض، علشان الكاتشب بتاعنا يبقى حلو وما يبقاش مسكر ولا اي حاجه، يبقى طعمه لذيذ كده وجميل ومظبوط. معايا نص كيلو من الفراخ، هقطعها كده مكعبات. وعلى فكرة بجد هتعمل كمية حلوة قوي قوي معانا. انا كنت فاكرة ان انا هحط يعني هحتاج ان انا هعمل جنبها حاجة تاني. لا، محتاجتش ان انا اعمل جنبها اي حاجة. كفت وزادت وما شاء الله، كمان الكمية كانت حلوة قوي. كل واحد اخد طبق كبير، وهتشوفوا معانا الكمية او زي ما شفتوها كده في اول فيديو. معايا كوباية من الدقيق، عليها كيس من الفيجيتار، و3 معالق او 4 من النشا. وهحط لها ملح وفلفل اسود وشويه شطه ورشه كده من البابريكا رشه، يعني لان احنا هنحط زي ما قلنا في كذا مرحله، فما نكترش من التوابل. على فكرة الناس اللي مش بتحب التوابل كتير او البهارات كتير في الفراخ او في الاكلات عموما، الاكلة دي بالنسبة لها حلوة قوي قوي قوي. وبالذات دلوقتي كمان احنا مجرد ما نحمرها تقدري تاكليها كده وتمام. يعني مش لازم انك انت تعمليها تشيكن سويت اند ساور، لا يعني خلاص انت ممكن تحمريها وتاكليها بالشكل ده، او تعمليها في سندوتشات. برضو هتبقى طعمها جميل ولذيذة قوي قوي. حطيناها كده في التتبيله بتاعت الدقيق والفيجيتار والنشا، ونفضناها كده، وهنبدا نقليها دلوقتي. مش هنقليها اول عن اخر يعني، بس هنديها كده تشويحه. حطيت لها معلقتين كبار من الزيت، وهبدا انزل كده بالفراخ شويه شويه، مش هحطهم كلهم على بعض، علشان كده بس ايه يتحمروا معانا ياخدوا ويدوا معانا لون حلو كده. اللي يعرفني طبعا يعرف ان انا بعمل المكرونه او بسلق المكرونه في ميه ساقعه جدا. انا حاطه اهو الحله ولسه ما ولعتش، هولع النار دلوقتي قدامكم بعد ما هحط المكرونه. بحط المكرونه من غير زيت ولا اي حاجه ولا اي ميه سخنه ولا اي حاجه، هتشوفها دلوقتي طالعه معايا بالواحده وجميله وزي الفل ازاي. المفروض جنب التشيكن سويت اند ساور ان احنا بنعمل المكرونه اللي هي الشرايح دي، بس ما كانش عندي، فوجود بالموجود بقى، وعملت بالمكرونه سباكيتي وكانت جميله زي العسل كمان. اهو شايفين بعد ما حطيت المكرونه بولع النار. واعملوا المكرونه بالطريقه دي وهتدعولي، حتى لو قعدت معاكي يوم واتنين وتلاته وجيتي سخنتيها اكنك لسه عاملاها حالا. بجد جميله وزي الفل. بس رشه ملح كده وتحطيها في الميه فتره على طول من الحنفيه، وبتستوي معاكي بتبقى زي الفل. طلعنا كده الكمية بتاعت الفراخ، وهنقلي اللي حطيناها، وهنقلي الكمية اللي تانية، وفي نفس الطاسة او الوك اللي احنا شغالين فيه هننزل الخضار وهنديله تشويحة، وهنحط الفراخ فيه. هنشوف دلوقتي كمان الخطوات بتاعتنا بكل سهولة ان شاء الله. الخضار اللي حطيته بصل، فلفل اخضر، لو عندك فلفل الوان تمام، مش عندك فلفل اخضر هيمشي الدنيا، وطماطم، ومعلقة كبيرة من الثوم. وبعد ما بديله كده تشويحة الاول، بس نزلت بالبصل والفلفل، هياخدوا تشويحة كده دقيقة ولا 2، وهنزل بالطماطم بعدين، بس عشان الطماطم ما تتهريش معانا كده من الاول، والبصل يبقى مجرمز ويبقى طعمه مش حلو كده في الاكلة بتاعتنا. حطيت التوم وهحط الطماطم، وهحط دلوقتي قد ربع كوباية من دبس الرمان. لو مش عندك دبس رمان، عندك صويا صوص، خلاص حطي نص كوباية صويا صوص. مش عندك صويا صوص ولا دبس رمان، تقدري تحطي معلقتين او 3 كبار كده محملين من العسل. ما تخافيش، طعمه مش هيبان، وطعمه هيبقى جميل جميل جدا جدا جدا. وحطيت كده حوالي كوباية كبيرة من الكاتشب على الفراخ بتاعتنا والخضار يعني والخليط اللي احنا حطيناه. وصفة جميلة جدا جدا جدا، سهلة جدا جدا وغير مكلفة بالمرة، وعملت معانا كمية حلوة قوي. بقول لكم ما فيش، يا دوب هسيبها تغلي كده دقيق، من دقيقتين ل5 دقايق، وهطفي النار على طول. هي كل حاجة فيها مستوية، الفراخ متحمرة والخضار متشوح وكل حاجة وزي الفل. هنعمل دلوقتي المكرونة بتاعتنا. حطيت معلقتين من الزيت،
وحطيت معلقه كبيره من الثوم. اهي شايفين المكرونه، شايفين المكرونه مسلوقه في ميه فتره وميه ساقعه. مفيش، انت بتحطيها في الميه وبتسيبي الميه تغلي لوحدها. عفوا. وبعدين بتلاقيها استوت وبقت زي الفل. اول ما تحسيها ان هي خلاص استوت كده وتدوسي على المكرونه تلاقيها استوت معاكي، يبقى تمام. المكرونه البشاميل طبعا بنسويها نص سوا عشان لسه بتاخد وقت في الفرن عشان ما تعجنش معانا. شايفين المكرونه نازله بالواحده ازاي جميله. عملنا حطينا كمان باقي كميه الكاتشب اللي حطيناها، وكنا حاطين لها توم باودر بصل باودر وخل وسكر تاني كمان للمكرونه، وكانت زي العسل. على فكره السكر مش باين نهائي بس مدي طعم للفراخ والمكرونه بجد في حته تانية. الوصفه دي بجد بجد لازم تجربيها، ولو ما جربتيهاش فعلا انت خسرانه كتير. عملت معانا كميه حلوه جدا جدا وبطريقه مختلفه، ولادك هيحبوها قوي. يعني اصلا لو مش بياكلوا حتى اللحوم ولا الفراخ ولا الكلام ده، اعملي لهم بس اديهم من الريحه كده بس هياكلوها وهيفضلوها ان هيطلبوها منك كل يوم كمان. يا ريت لو عجبتك الوصفه وعجبتك القناه تدعميني بلايك عشان وصفتنا توصل لكل الناس ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم في فيديو جديد قريب جدا جدا ان شاء الله. السلام عليكم.